السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بس حتة صغيرة. هل انت ترامب كنت فاكر ان انت هتروح جاي شايل المرشد الاعلى ووزير الدفاع والقيادات بتاع كام قيادة من الحكومة الايرانية اسمه المرشد الاعلى للثورة الاسلامية؟ يا اخي ما بتفهمش. عندك ناس بتفهم مالية امريكا. ابعد عن اللي حواليك وروح اسأل. بدل ما ولا انت فعلا عاوز تورطنا هي في حرب هرمجدون؟ ده لو انت جيت لضابط مخابرات مصر صغير كده لسه، يعني انا ما اعرفش الرتب بتاعتهم، لو لسه ضابط صغير وقلت له انا هدخل اقتل المرشد الاعلى للثوره الاسلاميه، فهينزل الشعب الايراني فتقوم ثوره فيسقط النظام، هيقول لك ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا ابني؟ هيروح يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ما تعرفش يعني ايه المرشد الاعلى للثوره الاسلاميه؟ ما تعرفش قداسته عند على الاقل نص تلات ارباع الشعب الايراني؟ هيقول لك ما تعرفش ان تلات ارباع الشيعة في العالم دلوقتي او في المنطقة العربية يدينوا بنوع من الولاء والقداسة للراجل ده زي بابا روما في الفاتيكان؟ يعني انت تخيل مثلا دخلت قتلت بابا روما، شعور الكاثوليك ناحيتك هيبقى ايه؟ الله يخرب بيتك يا ترامب، على يخرب بيت اليوم اللي شفناك فيه ده. انت هتجوع العالم كله، انت هتجوع العالم كله. ما انت مالكش حل غير ربنا. ربنا ياخدك يا شيخ، ربنا ياخدك. نرجع لموضوعنا. دول الخليج، ارجوكم اسمعوا كلام الرئيس السيسي. انا بقول لكم في المواقف دي اسمعوا كلام الرئيس السيسي. هدوا، استحملوا، استوعبوا، ما تتجروش. اوعوا تدخلوا بعسكري بري واحد، اوعوا تدخلوا بريا، اوعوا امريكا يا جماعه تضحك عليكم وتجركم. امريكا بتخاف على اولادها، هتروح مدخلاكم انتوا. ساعه سيناريو حرب الخليج الثانيه كنا ماشي معذورين، واحد مجنون زي صدام حسين دخل احتل الكويت. لكن دي اوعوا، ايران لا تتعمد الهجوم عليكم، مش من مصلحتها. اي عيل بيقرا، لو حد لسه في اولى اقتصاد وعلوم سياسيه هيبقى فاهم الكلام ده، لو حد بيقرا الجورنال كل يوم هيبقى فاهم الكلام ده. ارجوكم، نداء لدول الخليج، نداء للاخوه في الخليج، عارفين ان امنكم الضرب واقتصادكم الضرب، واحنا كمان مضرورين زيكم. انتوا عارفين الحياه عندنا في مصر عامله ازاي. بس لو سمحت، لو سمحت، طلقه واحده ما تطلقهاش على ايران. انا بقول لك رايي. اسمعوا كلام الرئيس السيسي. التهدئه، الحروب في المنطقه لن تؤدي الى اي خير. اسرائيل عاوزه تصدركم انتوا اذربيجان مع ايران عشان تدخلوا بري. ومين تاني؟ عاوزه الحركات الانفصاليه زي الكرد، زي البلوش في ايران، زي العرب الاهواز اللي هم فعلا كل دول مضطهدين في ايران. انا مش بقول لكم مش مضطهدين، بس عاوزين يجروهم ان هم اللي يتصدروا بريا وهم يدعموا لوجستيا من بره بالاسلحه. يا جماعه الحرب دي لازم تنتهي. الحرب دي لازم، اقسم بالله انا لا انافق، انا مع الرئيس السيسي 1000% ان الحرب دي لازم تقف، ولازم نسعى بكل طاقتنا زي ما قال في الفطار الاخير لوقف الحرب. خدوا رأيه في الحتة دي يا حكام الخليج، اسمعوا كلامه يا حكام الخليج. الحرب لن تؤدي إلى خير. لو كنت النهاردة زعلان إن دبي وأسطورة دبي وجمال دبي بيتضر، لما تدخل الحرب هتشوف ضرر تاني. أنا غير موافق تماما على استهداف أمنكم. زعلان على أول دولة الإمارات، زعلان عليها. ليا فيها أصحاب مصريين كتير بياكلوا عيش هناك، اكيد حياتهم هتتضرر. ليه؟ اصحاب هناك عرب ماشي، مش اماراتيين، بيشتغلوا كانوا معايا في القصر العيني، اكيد حياتهم هتتضرر. مش فرحانين، مش هنقول احسن، لان انتوا في الاخر اخواتنا. في مثل مصري يقول لك مش عارف هعمل لك ايه، هتطلع فوق هتيجي عليا، هتنزل تحت في عب. احنا في الاخر يا جماعه مصالحنا مرتبطه مع بعض. القصه حتى مش قصه دين، مش قصه اسلام دلوقتي.
احنا المنطقة دي كلها مصالحها مرتبطة مع بعض. اوروبا عاملة الاتحاد الاوروبي وعاملة عملة موحدة، هو دي مش حاجة زي الخلافة؟ فين الاتحاد؟ فين اتحادنا الاسلامي اللي وانا بقول لك اهو بلاش اسلام؟ فين الدول العربية ومصالحها الاقتصادية يا جماعة؟ يا جماعة ده احنا عندنا ثروات. يا جماعة ده أوروبا بتتكلم زيادة عن 30 لغة، إحنا كلنا لغة واحدة ولهجات مختلفة، من المحيط الأطلنطي لحد خليج العرب ولا الخليج الفارسي. يا جماعة اهدوا. أنا منفعل عشان خايف على المنطقة كلها، خايف على الخراب الأسود اللي هيطول كل مصري وكل عربي في المنطقة. اوعى تفتكر لو انت دولة غنية الحرب ما بتعرفش دول غنية. الحرب ما بتعرفش دول غنية. ما لا انتوا اكيد فاهمين كده، اكيد معاكم مستشارين، مش انا اللي هقول لكم ولا احنا اللي هنقول لكم. احنا ناس بنقول ارائنا وبنفكر مع بعض بس وبندردش ماشي، لكن في ناس متخصصين ودكاترة في مجالاتهم عندكم اكيد هيقول لكم كده. ترامب اسرائيل بتضرب دلوقتي صاروخ اعتراضي ثمنه $1,000,000 على مسيرة ثمنها $30,000. امريكا بيقول لك بتصرف كل يوم حوالي مش عارف كام، حاجه كده قرب $1,000,000,000 على الحاملات الطائرات والحاجات المتحركه. امريكا دوله تتهاوى. اوعوا تمشوا ورا ترامب يا جماعه، اتحدوا وخدوا موقف مع بعض، كلكم موقف واحد. يا رؤساء الخليج، يا رؤساء العرب، الفرصة دي اللي جايه لنا دلوقتي، احنا مش بنقول حاربوا ولا بنقول سيبوا حكمكم ولا بنقول ديمقراطية ولا تداول سلطة ولا اي حاجة من الكلام ده. بنقول حافظوا على امن واقتصاد المنطقة. ازاي؟ بالاتحاد على موقف واحد، والاتحاد على مصالح اقتصادية واحدة، وزيادة الوعي لدى الشعب. انا بقول لكم رايح اشتري موبايل يقول لي اصل عشان حرب ايران. يعني انا في اقصى جنوب القاهرة في حتة شعبية يقول لي اصل حرب ايران مقصرة. التجار بطلوا يبيعوا، التجار بطلوا يبيعوا. ادي اللي شاغلنا يا جماعة. احنا كلنا غلطانين في حق نفسنا. دي معركة. اول حاجة وعي. لازم انت تتكلم وانت تتكلم وانت تتكلم، لازم نفهم الحرب دي هتفيدنا؟ الحرب دي هتحط فلوس في جيبي؟ انا ما جبت سيرة اهو اي كلام يخص الدين، انا بتكلم الف ب سياسة واقتصاد. ما جبت سيرة ديمقراطية ولا انتخابات، ماشي، ما اتكلمتش في الكلام ده ماشي. انا بتكلم دلوقتي ان احنا من مصلحتنا نقف ايد واحدة ونسعى بكل جهودنا ونضغط. يا جماعة انتوا اقوياء، يا جماعة الدول العربية قوية، مصر قوية، دول الخليج قوية، عندنا نقط قوة كتير. المطلوب ان احنا كلنا نبقى موقف واحد دلوقتي. هي حاجة واحدة، استمرار الحرب والتورط فيها يساوي خراب ودمار لدول المنطقة كلها، وعلى رأسها دول الخليج ومصر. وشرحنا قبل كده مضيق هرمز ازاي هيأثر على قناة السويس بطريقة بسيطة عشان الإخوة المصريين برضو يبقوا فاهمين. يعني احنا مش بعاد. الأخ اللي قاعد يتفرج على الماتش مش عارف ليفربول وصلاح ومرموش ولا ايه، انا ما اعرفش، ماليش في الكورة ماشي، معلش ثانية الأيام دي بس، ثانية واحدة كده، ركز وفوق. محتاجين نفوق، محتاجين نعرف مصلحتنا فين. انا مش بدعي اللي انا بقول كلام كله صح، بس بدعي اللي انا عمال افكر وابحث واشوف ايه بالعقل اللي في مصلحتي كمصري وكعربي. انا دلوقتي لو جيت اسافر الخليج مش هعرف اسافر. يعني لو انا هسافر لشغل ماشي، انا برضو هو لما بتكلم احنا راكنين خالص دلوقتي كل حاجه، احنا بنتكلم بلغه المصالح. انا دلوقتي عندي عقد سفر في الخليج، العقد هيتنفذ؟ طب اصحابي اللي في الخليج المصريين اللي شغالين عاملين ايه؟ اصحابي العرب اللي شغالين يمنيين ومش عارف ايه، وناس كانت بتدرس معانا في، وسودانيين
ناس من جيبوتي والله كان بتدرس معانا في القصر العيني وبتحب مصر بلد الازهر الشريف وبتحب القصر يا عيني. الناس دي دلوقتي عامله ايه؟ انا هعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ النهارده الدولار هيعدي 50. حتى لو الحكومه بتحاول تسيطر، الاستغلال اللي في ناس كتيره مش هيدي لها فرصه. احنا دوله وضعنا الاقتصادي قبل الحرب صعب. احنا من مصلحتنا كمصر زي ما الرئيس السيسي قال: التهدئه، وقف الحرب. الحروب لا تعني الا الخراب والدمار. احنا نحارب لما احنا نبقى عاوزين نحارب، لما احنا نكون اصحاب حق. يا جماعة دي حرب خارج المواثيق والقوانين الدولية. ترامب لغى القانون الدولي، نتنياهو لغى القانون الدولي، مش لغاه في الحرب دي بس، لغاه بقاله 2 واكتر بيضرب في غزة. السودان بتباد، والمنظمات الدولية والقوانين الدولية والملوخية مفيش، محدش ليه دعوة. يا جماعة اللي بيقع دلوقت خلاص الأقنعة اتشالت. القناع الجميل اللي كان موجود بعد الحرب العالمية الأولى عصبة الأمم، وبعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة، كل ده بيتغير. انتوا شفتوا ترامب ذات نفسه أول حد بيخبط فيه حلف الناتو وحلفائه. يا جماعة ترامب ما بيعرفش إلا القوة. الراجل ده طول ما هو موجود في السلطة، لو ما اتحدناش من منطلق مصالح اقتصادية ومصالح سياسية هنندم. الغوا الديمقراطية خالص، الغوا الأحزاب والغوا كل حاجة انتوا عاوزينها، ماشي، بس في دي لا، في دي لا. اللي عاوز يقعد في السلطة يقعد، مفيش مشاكل، بس يقعد يحافظ على البلد، يقعد يحافظ على المصالح الاقتصادية بتاع الشعب. الغوا الأحزاب، الغوا المجالس الديمقراطية، الغوا المجالس النيابية، الغوا البطيخ، مش فارقة، مش فارقة. احنا دلوقتي في مصيبة أكبر يا جماعة، أقسم بالله وحياة ولادي احنا في مصيبة. اللي بيحصل دلوقتي مش بعيد عنك، مش بعيد عن أوضة نومك اللي انت قاعد فيها. هيبقى مفيش كهرباء قريب في الصيف. لازم الحرب تقف، لازم الإخوة في الخليج ما يتورطوش، لازم النظام المصري وهو بيعمل كده ويعمل أكتر يسعى دبلوماسيا لوقف الحرب. لازم كلنا الحكام العرب يقعدوا مع بعض ياخدوا موقف بناء على المصالح الاقتصادية والسياسية بتاعتنا. يا جماعة أرجوكم، أرجوكم، الحرب دي يا إما هتاخدنا للهلاك. ما تفتكروش إن هي هتبقى إيران بس، ما تفتكروش إن هي هتبقى إيران بس. المتطرفين اللي هناك مش هيسيبوها تبقى إيران بس. نتنياهو اللي بيحلم بإقامة الدولة إسرائيل الكبرى مش عاوزها إيران بس. يا جماعة أرجوكم الشعوب تفوق. إحنا مش بنقول دلوقتي ولا أحزاب ولا ديمقراطية ولا دين في السياسة ولا نمنع الدين عن السياسة. أنا بكلمكم في مصلحتك اليومية اللي أنت هتعيش بيها يا إنسان، في أكلك، في شربك، كهربتك، أسعارك، كل ده هيجي على راسنا. دول الخليج سرقكم لو تورطتوا في الحرب مش هيفيدكم. بدليل ان ترامب في ازمه ماليه دلوقتي. امريكا دوله مديونه يا جماعه، والحرب دي هتخليها مديونه اكتر. امريكا بتتهاوى وتتساقط. لو ما شفناش احنا الكلام ده اولادنا هيشوفوه. قانون ربنا في الارض. كام امبراطوريه طلعت ونزلت، كام امبراطوريه طلعت ونزلت. مصر في يوم من الايام كانت بتاكل العالم كله. روما في يوم من الايام كانت بتحكم تلتين العالم. الاسكندر الاكبر، دوله مقدونيا اللي هي دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجه، منغوليا اللي طلع منها المغول. ما تفتكروش ان امريكا موجوده للابد. وبدات مرحله التهاوي طبقا للاقتصاد والسياسه والارقام. دولة أمريكا عليها ديون متلتلة خارجية وداخلية، وبتنزع ملابسها قطعة قطعة. مش عاوزين بقى احنا في الطريق ننزع ملابسنا معاهم، ما نتعلقش بيهم. احنا دول في ذاتنا
قوية. احنا دول موجودين قبل امريكا بالاف السنين. احنا دول ماشي، ربنا ادانا ثروات كتير. في الاول وفي الاخر نركن اي اختلاف سياسي دلوقتي، نركن اي مصالح شخصية دلوقتي، كلنا نبقى واقفين ورا حكامنا، وحكامنا واقفين ورا مصالحنا الاقتصادية والسياسية، اللي هي ايه؟ اللي هي ما حدش يورطنا دلوقتي في الموقف ده، يورطنا في رصاصة واحدة في الحرب دي. 1 2، ضبط النفس مهما حصل. ماشي، وانا بقول لكم هي بالعقل. ايران مش من مصلحتها تدخلكم يا دول الخليج اعداء ضدها دلوقت. محدش بيحارب الكل، يعني دي حاجات بسيطة. يعني ده احنا في من المدرسة احنا صغيرين عارفينها. يعني انا داخل اتخانق مع واحد، اروح متخانق مع اصحابه في نفس اللحظة، ايه اللي هيجري؟ هتضرب واتطحن. يعني مش ولا سياسة بقى ولا بطيخ ولا الكلام ده كله. ماشي، فارجوكم ارجوكم، انا عارف ان انتم وزعلان عليكم، بس في سؤال: مين اللي ضرب اذربيجان؟ جاوبوني كده، جاوبوني. اذربيجان دولة قوية عسكريا، ايران من مصلحتها تسخنها دلوقتي؟ ولا مين اللي ليه مصلحة؟ لما اسرائيل تجيب صواريخ او طائرات مسيرة وتكتب عليها بالفارسي، صعب يا جماعة، فتروح ضربة فيجي يلاقوا بواقي الحاجات، ماشي، ويشوشوا على الرادارات عشان ما يعرفوش يحددوا هي جايه منين، ويروحوا ايه يجي يلاقوا بقى المقذوفات بقى بعد الضرب مكتوب عليها بالفارسي دي جايه من ايران. صعب اسرائيل تعمل كده يا جماعه؟ اسرائيل بوساختها، الدوله اللي بتقتل في الاف الناس من اخواتنا في الانسانيه في فلسطين بقى لهم 2.5 سنين، هم دول عندهم مواثيق ولا قانون دولي؟ ولا يا جماعه خلاص احنا في قانون الغاب. قانون الغاب بيقول ايه؟ لازم احمي نفسي. انا مع القياده المصريه تماما، واؤيدها وفي ظهرها بكل قوتي في الفتره دي ان احنا نوقف الحرب. هقعد اقول كده كل يوم: لازم الحرب تقف. يا اخوانا في الخليج ما تسمعوش كلام حد، يا اخوانا اوعوا تنجروا، يا اخوانا امريكا هتضحي بيكم بريا، امريكا هتعمل لكم اغراءات، هتعمل لكم تهديدات. ترامب ده بلطجي، بلطجي متطرف. بقول اهو والله كان في يوم من الايام نفسي اسافر امريكا بعد ما شفت الراجل ده. انا اقعد في مصر واشحت احسن ما اروح امريكا ويحكمني واحد زي ده. ايه رايكم؟ ده واحد ولا عنده دين، مع ان هو المفروض متدين متطرف. يا جماعه ده كان يجي يتبرع في الكنيسه، بيطلع الدولارات، بيعد في فتره الرئاسه الاوليه هدي كام. يا جدعان ده راجل لا يعرف الا، هو متطرف سطحي كمان، مش متطرف ايديولوجي، ده سطحي. ماشي، لا يعرف الا الدولار والمصلحه الاقتصاديه، لا يفهم الا لغه القوه. ما يقدرش يقرب من كوريا الشماليه. ليه؟ عارف ان في واحد مجنون هناك هيروح هوب دبب امه بالصواريخ البلاستيه النوويه عليا وعلى اعدائي. احنا يا جماعه مش هنفضل ملطشه لحد امتى؟ هنفضل ملطشه لحد امتى يا جماعه؟ احنا دول قويه، والله دول قويه. السودان راحت بقت بلدين، دلوقتي هتبقى 3 ولا 4. يا جماعه الموقف ده لا اما فوق منه ونخاف على مصالحنا. ما هو زمان يا جماعه ما كانش فيه يعني مثلا من 300 سنه 400 سنه عبر تاريخ الدول الاسلاميه والدول العربيه ما كانش فيه ديمقراطيه ولا اي حاجه، ولا تداول سلطه ولا الكلام ده، صح؟ بس كان في حكام اقوياء، وفي انظمه قويه، وفي شعوب واعيه، وكنا بنسيطر. مصر اللي وقفت المغول. عارفين يعني ايه مصر توقف المغول؟ فاهمين؟ المغول وقتها ولا امريكا دي بالنسبه لها لعب عيال وقتها. احنا دول قويه، شعوب عندنا عقيده، بنحب بلدنا، بس عاوزين ايه؟ عاوزين وعي وقياده توجهنا.
وبطلب من القيادة المصرية إن هي تتمسك بموقفها وتبذل، وأحيي الرئيس السيسي يبذل كل مجهوده لوقف الحرب دي، كل علاقاته. أرجوك يا ريس اسعى لوقف الحرب زي ما أنت بتعمل. طلقة واحدة مش عاوزينها تتضرب. سيب الأمريكان في المستنقع ده إن شاء الله يكون ليهم زي فيتنام. وبطالب مش عارف أذربيجان ما بيتكلموش عربي، من الإخوة في أذربيجان برضو ما ينجروش، مش من مصلحة إيران الهجوم عليكم يا جماعة. اللي بيحصل دلوقتي يا يكون واقفة لينا. إحنا عاوزين دولنا تبقى قوية، مش عاوزين ديمقراطية، مش عاوزين تداول سلطة، عاوزين دول قوية سياسيا وعسكريا واقتصاديا. حد يعمل كده يا جماعة؟ وانتوا تقدروا. دي فرصة دلوقتي، دي فرصة للخروج من الهيمنة الأمريكية. أمريكا ما بتحميش منطقة الخليج دلوقتي يا جماعة. سايبة، هي أمريكا سايبة أصلا. لو فرضنا إن إيران اللي بتضرب، طب أنت ليه ما بتوفريش الحماية ماشي للمنطقة دي؟ يا إما أنت عاجزة يا أمريكا عن توفير الحماية عن دول الخليج، يا إما أنت على مزاجك ضرب دول الخليج. المتغطي بأمريكا عريان، المتغطي بأمريكا عريان. التاريخ بيقول كده، الواقع بيقول كده يا جماعة. اقروا تاريخ، التاريخ بيعيد نفسه، والله التاريخ بيعيد نفسه. وآسف لو كنت منفعل، أنا بقول رأيي أنا شايفه. أنا خايف على بلدي، خايف على الدول العربية، خايف على اخواتي في كل حتة، اخواتي في الإنسانية قبل ما يكون اخواتي في الدين. نفس المنطقة تصحصح لنفسها، نفسي نبقى دول قوية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، واقفلوا الديمقراطية اللي بتزعل، اقفلوها خالص، مش عاوزينها. انا بقول الغوا الاحزاب الكرتونيه اللي في مصر دي كلها، انا بطالب بالنظام المصري، والغوا المجالس النيابيه. بس مش مشكله عندنا، بس عاوزين الدوله تبقى قويه سياسيا عسكريا اقتصاديا، زي ما كنا زمان. ما كانش عندنا تداول سلطه، بس كان في شعوب واعيه ودول قويه. صح يا جماعه انا ولا انا بقول كلام غلط؟ لو هي العقبه دلوقتي ان الدول العربيه والانظمه العربيه خايفه على حكمها، لا يا سيدي، حافظ على الحكم بتاعك تمام ماشي، بس خلي الشعب واعي على الاقل للمعركه دي. ابني نظام قوي سياسيا، قوي اقتصاديا. اقول لك كوريا الشماليه اللي امريكا بتخاف منها، خلونا ابقوا زيها. دي الراجل هناك ده راجل مجنون، منع القنوات عن الشعب ومنع كل حاجه عن الشعب، بس على وحياة ولادي عاجبني لما طلع ساعه الرئيس الفنزويلي قال ايه؟ قال انا بوجه نداء لامريكا، الزرار بتاع الصواريخ النوويه على مكتبي. وده هو حقيقه ما بيهددش. ها ترامب قدر يرد عليه؟ ترامب اللي بيتريق علينا، ترامب اللي اتريق على ماكرون، ترامب اللي بيتريق على حكام اوروبا. يا جماعه حتى حكام اوروبا اللي كانوا معتمدين بعد الحرب العالميه على مظله حمايه امريكا وعايشين تحت ظل حمايه امريكا، امريكا دلوقتي مش رحماهم، وبيقولوا احنا غلطنا، احنا المفروض كنا زي ما سعينا في الاقتصاد سعينا في بناء قوة عسكرية. فهي المعادلة كالتالي: بنطلب منكم زي ما الحكومة المصرية بتعمل كده، بنطلب من دول الخليج لو سمحت اسمعوا كلام النظام المصري، كبروه في الحتة دي، كبروا الرئيس السيسي في الموضوع ده. هو الراجل في الموضوع ده كلامه صح جدا جدا، أم أيده 500%، مش نفاق. أظن باين إن أنا ما بقولش كلام نفاق، ووراه وفي ظهره. لازم الحرب تقف، هو ده توجهنا. وبعد ما الحرب تقف ده يبقى موقف يعلمنا ماشي ان العالم كله لا يعرف الا لغة القوة، لا يعرف الا لغة. حتى العلاقات الشخصية يا جماعة، انت لما انت كده بتحب تتعرف على مين؟ يعني انت وانت عايش في حياتك كده، لو ليك واحد صاحب ضعيف وضعيف صحيا وضعيف بدنيا وضعيف نفسيا وواد كده، يعني ما بحبش اقول اللفظ ده عشان في تنمر، هفق، الناس بتحب تعرفه. احنا مش عاوزين نفضل هفقات.
لان احنا مش هفات، احنا اقوياء. العالم كله بيصوت دلوقتي عشان مضيق هرمز، مضيق واحد في منطقتنا. وفي حته عاوز اقولها برضو، عمان ولا عمان، اسف، دولة عمان من اكتر دولة حيادية واكتر دولة على علاقة جيدة بايران، فتروح ايران مهاجماها بصواريخ. ها، ده حصل في صواريخ هجمت ايران في الايام دي، هجمت عمان في الايام دي. ولا عم الواحد تعب والله، ضغط عالي. ماشي، هجمتها. طب هجمتها ليه؟ لان هي اصلا ما هجمتهاش، هي مش من صحتها تهاجمها. تهاجمها ازاي اذا كان هي واقفه معاها؟ لكن برضو ايه، سبحان الله، ربنا بيخليهم يغلطوا علشان لمن يريد الوعي والادراك لعلكم تفقهون. ماشي، لما صواريخ تنزل على البلد دي اللي هي اصلا مع ايران، يبقى ايران اللي ضربها؟ يبقى ايران اللي بتضرب دول الخليج؟ يا جماعه، يا جماعه، والله دي لعبه اسرائيليه امريكيه، عاوزين يورطونا ويورطوا مصر بالاخص ودول الخليج. ماشي، في حرب بريه مع ايران دلوقتي، لان ترامب طلع اهبل، هو اكتشف ذات نفسه انه اهبل، وان ايران مش فنزويلا. ماشي، هو فهم كده بس بالممارسه. يا جدعان، ده بيخبي القرارات عن المتطرفين بتوع اللي في الحكومه، يعني هم بيبقوا مش عارفين لاخر لحظه هو هيعمل ايه. محدش هيحمينا من ده، وده مش هيفهم غير لغه القوه. انا مطمن كده على النظام المصري انه ماشي في الطريق الصح، تهدئه زي ما الرئيس السيسي قال في الفطار، وبنسعى لوقف الحرب وضد الحرب تماما. ماشي، ومحايدين. وبطلوا من دول الخليج كده، اعصروا على نفسكم بالبلدي كده زي ما نقول في مصر، اعصر على نفسك ليمونه وابلع الايام دي. ارجوكم اوعوا تتجروا في الحرب، اوعوا تتجروا. يا سعوديه، والله العظيم نفسي ازور بيت الله. ماشي، اوعوا تتجروا. انا مش بكره السعوديه، ولا بكره الشعب السعودي، ولا بكره الحكومه السعوديه، ولا بكره نظام ال سعود. اقعدوا زي ما انتوا عاوزين في السلطه مليون سنه، بس في دي وفي الايام الجايه ابنوا اقتصاد، جيش، علاقات سياسيه قويه. بس صعبه يا جماعه نعمل زي اجدادنا العرب ما كانوا بيعملوا، اجدادنا الفراعنه ما كانوا بيعملوا. ماشي، ما كانش عندنا تداول سلطه ولا ديمقراطيه ولا اي حاجه، وكنا دول قويه. احنا عاوزين نبقى، الشعوب عاوزه دول قويه. انا مش عاوز اروح اتمرمط في دوله اجنبيه عشان دكتور شغال هنا في مصر بمرتب قليل عشان اقتصاد البلد في ظروف. لا، انا عاوز افضل في بلدي، اشتغل 10 ساعات بضمير، اقبض مرتب كويس. ده مش هيحصل الا لو الدوله قويه الاول، عسكريا، اقتصاديا، سياسيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.